ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. يا صباح الخير على كل اللي بيشوفني، او مساء الخير على كل اللي بيشوفني. هنعمل النهارده طريقه سمك مختلفه بكل المقاييس، طعمها حلو جدا. طريقه حلوه قوي، لا شوي ولا قلي ولا دخنه ولا وجع قلب. طريقه سهله وبسيطه جدا، هنعملها زي ما انتم شايفين كده. قمر 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 قمر. معايا روز توم كبيره، قشرتها وفرمتها مع قرنين فلفل، ونزلت عليهم ببهارات السمك، معلقة كبيرة ومعلقة من 7 توابل وبابريكا وملح وفلفل أسمر. معايا سمك بلطي، أي نوع سمك متوفر عندك أو حابة ان انتي تاكليه. هنغسله حلو قوي وننضفه، وهنقعه بشوية دقيق وليمون علشان أي زفرة أي حاجة فيه مش حلوة، يديني ريحة وطعم حلو قوي معايا. هفتحه بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هديله تفتحات كده من الجنب علشان اللحمة بتاعت السمك بتاعتي تاخد من التتبيلة وتديني طعم حلو قوي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هفتح السمك بتاعي كله بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنزل عليه بالتتبيلة كده من بره. هحاول ان انا املي الفتحات علشان السمك بتاعي يتطعم من التتبيلة بتاعتي، عشان يديني النتيجة القمر اللي احنا شفناها في اول الفيديو. لو اول مرة تتفرجي عليا، انا اسمي ناهد وده مطبخ بيان. يا ريت تفعلي زر الجرس على الكل، تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت حلوة كده، وننزل في التعليقات نقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، عشان يوصلك كل جديد والفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن. وبعد ما تبلنا السمك كله بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت، هيفيد معانا معلقة من التتبيلة بتاعتنا القمر. هنحشها على جنب، وتعالى هقول لكم هنعمل بيها ايه. معايا حوالي ربع كوباية زيت على النار في حلة، ومعايا بصلتين كبار. هديلهم تشويح على النار لغاية ما تدبل وتديني لون اصفر حلو، وهنزل عليهم بتتبيلة السمك اللي احنا عملناها. معلقة حلوة كده هتديني طعم، وهتنقلي طعم الرز بتاعي لحتة تانية. هنزل بعصير الطماطم صفناه حلو قوي، ونزلنا عليه ب7 بهارات وبابريكا وملح وفلفل. هنديلهم غلوتين على النار، بس غلوتين 2 بس، وغسل رز ونقعاه. هنزل فيه بالصواني كده زي ما انتوا شايفين، الفيديو بيتكلم عن نفسه. وهنزل بيه عصير الطماطم او التسبيكة اللي احنا عملناها، خدت غلوتين على النار. هنزل على وش الرز، وهنزل ارص السمك بتاعي بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هرص السمك بتاعي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنزل ببقية صوص عصير الطماطم واي تتبيله هنحطها على الوش علشان السمك بتاعي يتطعم ويديني طعم حلو. هكمل الرص بالشكل القمر دوت، وهنزل بحبة زيت صغيرين على الوش، واحط قرنين فلفل كده يديني طعم وريحة حلوة كده في الاكل بتاعي. ما شاء الله، طريقة ووصفة حلوة قوي قوي، بجد بجد هتدمنوها لو جربتوها. طعمها حلو وريحتها تجنن بجد. شايفين ما شاء الله، نص ساعة في الفرن على نار هادية هيستوى معاكي. الرز هيطلع مستوي وطعمه جميل جدا، والسمك هيطلع قمر وجميل جدا وشكله شهي زي ما انتوا شايفين كده. وصفة سهلة وطريقة سهلة وبسيطة جدا، لا شوي ولا قلي ولا تكلفة زيت عالية ولا شوي ولا دخنة ولا اي حاجتين، تكون طعم حلو قوي، وان شاء الله هيعجبكم وهينور رضاكم. شايفين ما شاء الله الرز بتاعي مستوي، هتشوفوه دلوقتي واحنا بنطلع من قلب الصينية السمك والرز. طعمه جميل جدا وريحته بجد تجنن. شايفين ما شاء الله الرز مستوي وحلو ازاي. هيتقدم بالطريقة القمر دي مع سلطة خضراء مع مخللات بقى، وبألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. ما تنسوناش باللايكات وكومنت، صلى على رسولنا الكريم. جمعة مباركة علينا وعليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.